ان انا بشتغل وده شغل اللي انا بعمله فهتدفعني فلوس. طبعا، فبيدفعك فلوس، انما احنا عندنا بنديهولك مجانا. اهلا بيكم في حلقة جديدة من اون تايم بعد الفطار مع بابا. وموضوع حلقتنا النهاردة هو عن ليه طول الحلقات اللي فاتت كنا بنقول ان احنا نحجز من اون تايم ترافل. بص يا سيدي، من اون تايم ترافل وهقول لك اسباب كتير. رقم 1 سعر اقل، رقم 2 تأمين على كل رحلة انت بتاخدها من عندنا سواء تيكت طيران او حجز فنادق، رقم 3 خدمة العملاء عندنا على مدار 24 ساعة في ال7 ايام، والخدمة اللي مش موجودة عند حد خدمة ما بعد البيع، متابعة مع العميل من اول ما يخلص حجز ويمشي لحد لما يوصل وان تايم تقول له الحمد لله على السلامة. وبعد كده في حاجات تانية ومميزات تانية كتير زي السيرفيس اللي احنا بنقدمها وبتبقى سيربرايز للعميل في المطار، ودي بتتقدم للعميل اللي هو مستديم في الحجز من اون تايم يعني مستنيين في الحجز، يعني بيحجز كذا مرة. طبعا بيحجز كذا مره معانا ومشترك في نظام الولاء بتاع اون تايم الممبرشيب وعنده اكونت فيه وبتتحول فلوسه لنقط والنقط ترجع تتحول لفلوس تاني. كذلك بنقدم حاجات كتير جدا، بنقدم افادات بدون مقابل زي ان انت النهارده لو بتقدم للسفاره ومحتاج حجز فندق بنقدمه لك مجانا، محتاج حجز طيران مبدئي بنقدمه لك مجانا، غير الشركات التانية بتقدم كل الحاجات دي ببلاش. يعني انت بندي لك ده مجانا حتى لو مش هتحجز معانا ومش هتعمل البرنامج بتاعك معانا كمان في اون تايم. حتى لو انا جاي بقول لك انا عايز بس حجز الفندق ده ليا انا عشان طبعا بديهولك ومجانا وبدون اي مقابل. روح اي شركه تانية هتلاقي يقول لك الحجز ده بفلوس والحجز ده بفلوس. ليه؟ يقول لك لان انا بشتغل، انما احنا عندنا مجانا. هو برضه يعني هو لما بتروح لاي حد بيقول لك ان انا بشتغل وده شغل اللي انا بعمله فهتدفعني فلوس. طبعا، فبيدفعك فلوس، انما احنا عندنا بنديهولك مجانا. هو متوسط اسعار التذاكر بيبقى اقل عند اون تايم بكام في المية؟ يعني احنا نقدر نقول اقل من السوق، حرفيا اون تايم بتدي اقل من السوق لما بنقول المينيمم 5% عن اي حد تاني. مثلا لو التذكرة مثلا ب55,000 ممكن مثلا تكون ب54.5 مثلا. لا، ممكن تبقى ب54 وب53.5 كمان عادي. اكيد. التخفيضات في التذاكر الكبيره بتبقى ارقامها كبيره، بتتراوح من 1500 جنيه ل 2000 جنيه تخفيض عن اي مكان تاني، وده رقم اكيد يخليك تفكر 1000 مره قبل ما تحجز من حد تاني وتسيب اون تايم، صح ولا لا؟ اكيد. اهي دي كده ميزه برضو من ضمن مميزات اون تايم. بتفكر في ايه تاني؟ بفكر في اسئله ناس بتسالها كتير. اسئله كتير؟ اسئله الناس بتسالها كتير. زي ايه مثلا؟ زي مثلا يعني ان هم لو انت حجزت ويعني محتاج حد يراجع معاك بعد ما خلصت، لا عشان ما تنساش حاجه ويكون يعني يعرفوا مثلا يعني انك تقدر تحجز التذكره ويكون معروف على طول يبعت لك التذكره وبيانات على طول العربيه اللي هتيجي تاخدك توصلك وميعادك والحاجات دي. ودي اللي احنا بنعملها عندنا في خدمات اون تايم ما بعد البيع. خدمه ما بعد البيع انا اديتك التذكره بعد ما حجزتها لك وخدت منك فلوسها، بس علاقتي بيك ما انقطعتش، بتابع معاك واعرف منك رايك في الموظف اللي حجز لك التذكره، بتابع معاك قبل السفر ب 24 ساعه وبقول لك ميعادك بكره الساعه كذا واكد عليه، وبعرفك ميزانك قد ايه والعربيه لازم تتحرك امتى والكلام ده كله بتابعه معاك. حتى لما بتخش المطار وتعمل التشيك ان وتحط الميزان بتاعك وتختم وتخلص وتقعد في الترانزيت، انا كمان بتابع معاك واطمن عليك، ولما توصل بالسلامه بقول لك اون تايم بتقول لك الحمد لله على السلامه، ولو قابلتك اي عقبه او قابلتك اي مشكله يا ريت تعرفنا عشان نحسن من خدمتنا معاك. سؤال من الاسئله الناس كتير بتسالها، تعمل ايه عشان تدخل نظام الولاء بتاع اون تايم؟ حاجه واحده بسيطه، تحجز تذكره من اون تايم، مع اول تذكره بيتفعل لك اكونت جديد في نظام الولاء وبتتحول فلوسك اللي دفعتها النقط، والنقط بتبقى عارف مقدارها قد ايه بالفلوس تقدر تستخدمه بعد كده. ودي ميزه ان لو حد مثلا كان عامل فكره زي دي قبل كده بيقول لك مثلا بعد 10 رحلات تقعد سنه، رحلات كتير جدا على ما تخش نظام الولاء في اي شركه تانية. لا، احنا عندنا في اون تايم من اول رحله انت بقيت مشترك في نظام الولاء وبقيت فرد من افراد العيله بتاعت اون تايم اللي بتغطيك في اي مكان وبتديك الاجابات على اي سؤال سواء انت في ايه او في الوقت ايه، هي معاك وبترد عليك. لسه في اسئله؟ لا كده خلاص. كده خلاص نختم الحلقه بقى دلوقتي عشان رايحين نتصح. يلا بينا.